السلام عليكم. صباحكم فل. النهارده معانا حاجه لطيفه قوي، معانا بندقيه كلاسيكيه روجر ام 77. ومعانا قصه ظريفه جدا للبندقيه دي النهارده. معانا ليه دلوقتي الواد تشارلز خد البندقيه بتاعته دي اللي باباه جايبها له من هو عنده 13 سنه، وطلع يصطاد بيها غزال امبارح. راح قعد في الستاند، ظبط نفسه، ظبط مكانه. 10 دقايق طلع 3 دوز على شماله. هو طبعا مرزق، يعني رزقه ماشي في رجليه. حط البندقيه، ضرب جله. انا ما بقتش مصدقه. المهم بعت لي: ايه ده، انا ضربت غزاله جليت. قلت له: انت حمار، يعني هي غلطتك انت مش غلطه البندقيه. 10 دقايق بوم. ايه يا عم، ضربت ايه تاني؟ دكر 8 بوينت. رحنا بصينا، مفيش دكر ولا في 8 بوينت. فقلت له: بص بقى، يا اما انت ما بتعرفش تضرب، يا اما البندقيه فيها حاجه. فاداني البندقيه، اروح اظبطها له وابص له عليها في الرينج. والنهارده يوم خفيف في الشغل، فقلت فرصه افرجكم عليها، لان هي جميله جدا. وهي بندقيه كلاسيكيه، يعني البندقيه دي اتصنعت من سنه 68 لسنه 85. وبتفرق الروجر الام 77 دي الموديلات القديمه من الموديلات الجديده بالسيفتي بتاعها، اللي هي السيفتي بتاعها اللي هو التانجي سيفتي القديم ده اللي بيميزها عن الموديلات الجديده تماما. وهي اصلا البندقيه دي ديسكونتينيود، بطلوا ان هم يصنعوها. وحاطط عليها هو تلسكوب محترم جدا جدا جدا، عم بيلي اللي كانت حاطته له بابا، اللي هو اللوبولد فاري اكس 2 ده. سكوب خطير، فان هو يجلي يعني دي ايه، دي فيها مشكله. مبدئيا البندقيه البارل بتاعتها بلود تقيله جدا، حاجه ايام الصناعه المحترمه، يعني لما كانت الماتيريال قويه. البولت بتاعتها بولت ستينلس ستيل، تفتح اكتر من 60%. فلو كان السكوب ده اكبر شويه ما كانتش هتيجي فيه، لان ده الديزاين القديم. والخزنه بتاعتها بيلت ان، الخزنه بتاعتها بتتفتح من تحت هنا، بتحط طلقاتك جوه. تاخد تقريبا، دي بتاخد 5 طلقات، بعدين بتقفلها، تلوك ان and you're good to go. فالبندقيه دي رائعه، اصطادنا بيها غزال كتير، وهو ضرب بيها غزال كتير. والسكوب بتاعها سكوب نظيف جدا جدا جدا، وكلير، كريستال كلير. فاحنا هناخدها الرينج ونشوف هل العيب في السكوب ولا العيب في التشارتس. خليكم معانا، واحنا هنطلع الرينج دلوقتي وهنشوف ان شاء الله ايه اللي هيحصل. يلا، صباحكم زي الورد. Huh? It's still a little high to the right. That scope, I don't. You gonna shoot? واو، دي ضربت تحت خالص. البندقية كانت بتضرب واطية جدا، فاحنا هنشوف دلوقتي ايه النظام. احنا عليناها حوالي 6 كليكس و6 كليكس. Hey, I want to say hi. I want to problem. Look at this. Remember how you told me? ومحتاجين نروح شمال سنة. نجربها مرة تانية. دلوقتي احنا عدلنا الضربة، هندخل على التانية.
Okay, you know what? Well, yeah, it's that'll be my porch gun. Yeah, well, see, be my porch gun. عايزين نروح ناحية الشمال. That hot air, I can shoot 300 or 400 yards. This guy. Anyway, I don't know why it didn't move. Thank you, sir. You bet, sir. You bet. My pleasure. Thank you. Huh? البندقية ظبطت. انا هعليها سنه لان هي يو بات سير يو بات. انا هعليها فوق سنه عشان يضرب على مسافه اعلى 4 كليكس بس احنا رايت اون بولزاي. اتفرجوا وشوفوا معانا اخر واحده. دلوقتي انا هعليها فوق سنه بسيطه جدا عشان لما يضرب على مسافه اعلى من 100 ياردة كان لو ضرب على 140 150 مش هيبقى فيه مشكله. نجرب اخر طلقه. كل اللي محتاجينه كان 5 طلقات. نحط الطلقه الخامسه بتاعتنا نبقى احنا وفرنا في الطلقات وظبطنا البندقيه كل سهوله لعم تشارلز. هنضربها واحده كمان لان هي شايف ان هي راحت ناحيه اليمين فاحنا هنغير البولزاي. هنضرب 3 طلقات ورا بعض في منطقه مختلفه خالص عشان نتاكد ان الشغل تمام. هنضرب على ال3 طلقات اللي تحت شمال اللي في التارجت اللي هم بيحطوهم بعد ما بنظبط ونتاكد ان احنا بنسيبهم. تمام. نضربهم فيهم ونتاكد ان واحده 2 لازم نصبر احتمال الطلقه دي تبقى بايظه. نجرب تاني. واحده كمان. نشوف. احنا بريتي بس هي في طلقه ضربت واضح قوي من غير سبب. طيب نحط 2 كمان بولزاي من باب ان انا عايز اضرب البولزاي والبندقيه جاهزه. يلا بينا قبل ما يدونا السيس فاير. واحد ادي 2. شكرا. تمام خلصنا في الوقت المظبوط مع السيس فاير. هاي دون خلصنا في الوقت المظبوط مع السيس فاير. دلوقتي احنا ظبطنا البندقيه كانت بتضرب واطي تحت يمين ملوشه منه ما طلعش تشارلز هو اللي غلطان. وهنروح نبص على التارجت دلوقتي وهنشوف هي ظبطت لحد فين.
دلوقتي على 100 متر اهو التارجت بتاعنا. هي كانت بتضرب هنا، بعدين جبناها لهنا وهنا، بعدين ظبطتها هنا، بعدين عدلنا، واحنا زي الفل كده على 100 متر. الحمد لله خلصنا كده. طلعت البندقية هي اللي ما كانتش مظبوطة، وتشارلز ما يعني هو بيلوش بس يعني ايه. هي المرة دي طلع فعلا البندقية مش مظبوطة، والحمد لله ظبطناها، وزي ما شفت في الفيديو بولزاي زي الفل. وان شاء الله لما ياخدها المرة الجاية يضرب بيها حاجة ويجي نصطاد حاجة حلوة. شكرا جدا لكارترز كانتري الجان رينج الجميل اللي احنا بنروحه هنا ده. الناس فيه كويسين قوي، ولو انتوا قاعدين في تكساس كارترز كانتري مش مكان وحش ان انت تروح. في كلاسز ظريفه، وفي معدات ظريفه، واسعاره معقوله، والرينج بتاعه سيف. وشكرا شكرا ليكم، وشكرا لمتابعتكم. ما تنسوش تعملوا فولو، شير، وسبسكرايب للشانل بتاعت اليوتيوب بتاعتنا. لو بيعجبكم الكونتنت بتاعنا والمحتوى بتاعنا شيرت وساعدونا وساهمونا، وساهموا معانا. وايه ساهمونا دي عادي، ساهموا معانا، وان شاء الله نكبر مع بعض ونجيب لكم بنادق اكتر وحاجات اكتر. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم.